ما هو سر التفاهم بين الأزواج خاصة عندما تكثر الخصومات؟ إزاي نرجع نتفاهم تاني وإحنا متجوزين وإحنا بنتخانق كتير؟ 3 حاجات: النية والاحترام والمرجعية. نية إيه؟ نية المشاركة وليست المغالبة. مش نيتي وأنا بتخانق مع مراتي ولا هي بتتخانق مع جوزها إن أنا أغلب، إن أنا أركب الحوار، إن أنا أسيطر، إن أنا هد وهت وانتصر، أهت اللي قدامي. أهت ده لفظ مصري شعبي شوية، إن أنا يعني إيه، أكسر اللي قدامي. لا، النية هي الوصول للحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يريد، ربنا بيتكلم على الخناقات، وإن خفتم شقاق بينهما، شقاق خناقة أهو، كل واحد بقى في شق، جفا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم ذكرت النية. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالنية، اللي بيتخانق عشان ينتصر مش موفق، مش مؤيد ومش موفق. 2، الاحترام. سعداء جدا، يا رب اجعلنا منهم واصلح حالنا واهدينا يا رب. سعداء جدا اللي بيتخانقوا باحترام. ليه؟ لأن الانكونديشنال ريسبكت ده، الاحترام الغير مشروط، ده أخلاق الناس اللي على السنة. أصل ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، ولا انتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. فاللي بيحترم، اللي بيعرف يتخانق من غير ما يشتم ولا يزعق ولا يهين ولا يتريق ولا يجيب الترابيزه كلها عض، ولا نرمي البرفانات في وش بعض والحاجات اللي على التسريحه، هذه الخناقات الشيطانيه تخلي اللي قدامي ديفنسيف، لاني بحطه في وضع البقاء. في اسد بيهجم عليه، في كلب روتوايلر بيهجم عليك، بيحطك في وضع البقاء. مش بتكلم ان احنا كده يعني، بتكلم ان بشرح لك يعني ايه وضع البقاء. وضع البقاء لما حيوان مفترس يهجم عليك، إيه اللي بيحصل لك؟ حدقة العين بتكبر عشان تشوف المكان كويس. بكلمك فسيولوجيا اللي بيحصل. الدم ادرينالين، انت داخل حرب تحمي نفسك من الوحش الكاسر ده. احنا مع بعض بنحط نفسنا في الوضع ده. فالاحترام، فاللي بيتخانقوا باحترام دول، يا اولا الخناقه دي بتزود حبهم. ليه؟ لان احنا بنتاكد ان حبنا اقوى من خلافنا، نطلع من الخناقه اقرب لبعض بكتير. يبقى نية واحترام. يبقى آخر شيء المرجعية. المرجعية يعني مين اللي سايق؟ واحد. واحنا عندنا مرجعية، عندنا ديننا ما سابش، والله العظيم تنتوفة ما سابش، لفتة بربشة عين ما سابش جانب من جوانب الحياة إلا وفصله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.